السلام عليكم. ان شاء الله ده الفيديو الاول في سلسلة فيديوهات بتتكلم عن مجموعة من الادوات اللي انا بشتغل بيها وشايف ان هي ممكن تبقى مفيدة للناس كلها. هو في الغالب فيديوهاتي انا بتكلم فيها عن مواضيع تقنية خاصة بالسوفت وير ديفلوبمنت بالبرمجة يعني، بس ان شاء الله السلسلة دي هي موجهة لكل الناس اللي بتشتغل بالكمبيوتر عموما. اول حاجة ان شاء الله هنتكلم عليها في الفيديو ده، يعني الفيديو ده هيتكلم عن اداة مهمة جدا اسمها وين ميرج. يعني ممكن نكتب هنا وين ميرج. وين ميرج هي أداة بتدي لك إمكانية إن أنت تقدر تقارن بين ملفين وتعرف إيه التغييرات اللي حصلت بينهم. يعني مثلا أنت ممكن يكون عندك ملف وورد عملت عليه بعض التغييرات، بعته لحد من الموظفين بتوعك من زملائك في العمل، عملوا عليه شوية تغييرات، فأنت عايز تقارن هو كان عامل إزاي ودلوقتي عامل إزاي. أو فايل إكسل أو وات ايفر بقى الملف اللي أنت عايز تقارنه إيه هو. فهنخش كده على الموقع اللي هو winmerge.org وبعدين هنعمل داونلود للبرنامج ده. دوس على داونلود ناو. هو البرنامج ده بالمناسبة هو اوبن سورس يعني الكود بتاعه متاح للجميع، يعني ممكن اي حد ينزل الكود بتاعه ويعدل عليه، وده من البرامج الشهيرة جدا. الداونلود نزل هنا، هنسطب البرنامج بشكل طبيعي جدا عادي، زي ما بنسطب اي برنامج يعني. وبعد كده بعد ما يخلص بقى السيت اب هنلاقي البرنامج نازل عندنا، هنبحث عنه كده وين ميرج ونفتحه ونشوف هو بيشتغل ازاي. زي ما قلت كده، هو هدف البرنامج ان انا اقارن بين ملفين. فمثلا انا هنا عندي يعني مجهز مجموعه من الملفات، عندي مثلا فايل 1 وفايل 2 دي ملفات تكست عاديه، تكست فايلز. هختار فايل 1 هنا وفايل 2 هختاره في الناحيه الثانيه. يعني تعال ناخدها من الاول معلش. يعني ده اول ما البرنامج فتح، هنا عندي الايكون الصفرة دي هفتح بيها بقى الملفات اللي انا عايز اقارنها. هختار هنا في الباص الاولاني ده، في المسار الاولاني ده، هختار الفايل الاولاني اللي انا عايز اقارنه بالفايل التاني. فهختار هنا فايل 1 وهختار هنا فايل 2، وطبعا مختارهم باي ديفولت لان انا كنت مختارهم قبل كده، وادوس كومبير. هنلاحظ ده الملف دي تكست فايل، يعني التكست المكتوبه في الملف. الحاجات اللي هو معلمها لي بالاصفر دي الحاجات اللي فيها تغييرات. مثلا انا لو الفايل كبير فهيبقى فيه تغييرات كتير. شايفين بقى على الجنب الشمال ده هو بيبين لي الاماكن اللي فيها تغييرات في الملف ده. وممكن برضو عن طريق الايكون اللي فوق دي اسمها difference in the current file، لو دوست عليها هيروح يقف على التغيير على طول. يعني هنا مثلا السطر ده فيه شوية كلام، وبعد كده هنا فيه الكلمة بتاعت immediately after مش موجودة الناحية التانية، فهو معلم لي عليها ان هي باللون الاحمر ده ان فيها تغيير. هنا مثلا في السطر التاني لو دوست على difference هنا مرة كمان هيقف لي على كلمة correct، يقول لي كلمة correct دي فيها تغيير. يعني هنا correct وهنا مكتوبة correcting، فهنا وضح لي بالظبط ايه الفرق بين الملف ده والملف التاني. طبعا دي أداة لو انا بعمل حاجة زي كده بعيني هتعب جدا عشان اعرف اعملها. فايل اكسل ده فايل تمبلت كده البالانس شيت، عايزين نقارنها ببالانس شيت تانية ونعمل كومبير. طبعا هو بياخد وقت في الاول، اول مره يلود الفايل عشان بيعمل الكومباريزون وبيحوله لتكست. هنا مثلا برضو نشوف فايل قبل ما نشوف الكومباريزون، نشوف شكله عامل ازاي. ده شكل الفايل، هنلاقيه جه في الوين ميرج عباره عن تكست بس بيوري لك الفرق، بس تيبل يعني بسيط، في شكل تيبل بسيط. هنا بيقول لك ان في تغيير في الاسيتس دي، وندوس على الديفرنس كده. يعني هنا كلمة اسيتس كان قدامها هنا 2020 بقت 2021، وبرضو في الكاش كان مبلغه 11874 بقى مبلغه 200,000 وهكذا. ودي بقى التغييرات اللي في الفايل كلها. اقعد انافيجيت كده ادوس اشوف بقى ايه التغييرات اللي حصلت وهكذا. طبعا انا ممكن ايديت هنا فيه، بس في الفايلات الوورد والاكسل
يعني ممكن الاقي فيه تغيير معين وعايز اظبطه فاظبطه بايدي. فايلات الوورد والاكسل ما انصحكش ان انت تعمل كده، لان هو مش بيسيف في الفايل مباشره، هو بيسيف في الفايل هو عمل له اكستراكت من الفايل الاساسي. يعني الفايل الاساسي كان بالشكل الفورمات اللي احنا شايفينه ده، هو خده على جنب كده وعمل فايل تاني عشان يعرف يعمل كومباريزون. فاللي هيحصل هنا هيتسيف. لو انت جيت غيرت كلمه ترم دي خليتها كده ودوست سيف، هو حتى بيطلع لك رساله يقول لك انا مش بسيف في الاوريجينال فايل. ولكن لو جينا مثلا في الملفات زي التكست، لان هي اصلا طبيعتها تكست، فهو اي اكشن انت هتعمله هنا بيسيبه في فايل مباشره. يعني وانس ان انا دوست سيف كده هلاقي في الفايل الاصلي الحاجات دي اتغيرت. تمام. اتمنى ان هو يبقى برنامج مفيد، ولو عجبك بقى الفيديو عايزين شير ولايك وحاجات من هذا القبيل. شكرا.